طيب انا النهارده جاي اطبل، انا جاي اطبل بس يعني، وهقول لك حاجه. انت النهارده لو فتحت فيديو لاي مخلوق في الدنيا بيتكلم عن ماتش مصر وكوتيفوار، اتكلم كلمه واحده سلبيه، اقفل الفيديو وامشي، اقفل الفيديو وامشي. لا تسمع بقى لا تحليل ولا تكتيك ولا مش عارف ايه، مفيش، ما تتكلم، مفيش كلام تتكلموا عن الماتش ده. الماتش ده ما فيهوش غير كلمه واحده بس او مشكله واحده بس، ومش مشكله، هو غلطه واحده عملها كابتن حسام وخلصنا. لا طبعا، لا في تشكيل ولا في اي حاجه، احنا بنتكلم كده في الاول كده. بس خلينا الاول نتكلم عن شويه حاجات كده تخليك يعني فخور يا جدع انت ان منتخب مصر، ان انت النهارده مصري بتشجع منتخب مصر، وان كابتن حسام حسن ده هو المدير الفني بتاعك. لو ارجع لاي فيديو انا اتكلمت فيه عن منتخب مصر، اقربهم اخر فيديو بتاع بنين، اما قلت لك انا مش عارف ازعل منه، مش عارف ازعل من كابتن حسام. النهارده انت تبص على وشه النهارده وانت بتجيب الجون وهو بيعيط، واخر الماتش وهو بيحتفل بيعيط. ده بيبين لك الراجل ده اشتغل قد ايه، وده يراجع نفس الكلام اللي انا قلته قبل كده، ان كابتن حسام حسن قبل ماتش بنين ما اشتغلش على ماتش بنين من الاساس، رص ال11 وريح دماغه، وزي ما تيجي هو ما حضرش الماتش بنين، هو في دماغه ماتش كوتيفوار من قبل من اول ما تاهل من مجموعات، وعرف ان القرعه بتاعته سكته فيها كوتيفوار، وهو دماغه كلها في كوتيفوار. النهارده الراجل ده ما غلطش غلطه واحده طول ال90 دقيقه. هتقول لي طب ما احنا جه فينا جونين، هقول لك غلطات فرديه من اللعيبه بس، غلطات لعيبه فقط. لكن انت كتشكيل وكاداره للماتش وتنفيذ فاكرين عشان اقول لكم يا جدعان اللي انا كنت بقوله لكم هو الصح. فاكرين لما قلت لكم وجود امام عاشور في نص الملعب هو اهم لاعب في نص ملعبك، اهم من الاثنين الارتكاز، واهم من قلوب الدفاع، واهم من الاثنين المهاجمين، لان ده اللاعب الوحيد اللي عندك في مصر كلها. يا عم سيبك من مصر، انا بتكلم على الدوري المصري. في الدوري المصري بالكامل اللي عنده مهاره فرديه في نص الملعب، يقدر ياخد الكوره من قلب من لعيبه الارتكاز بتوع نص الملعب اللي هم مروان وحمدي فتحي، ويعرف يعدي واحد على التاني، ويعدي واحد ويعدي من التاني، ويعمل باص سحري تجيب بجون. باصات تلاقي، شوط تلاقي، واحد على واحد، مهارات فرديه تلاقي، سرعه تلاقي، ضغط تلاقي، كل حاجه عملها. هو ده سر النهارده، سر فوزك كتشكيل، هو ما هو وجود لاعب زي امام عاشور في نص الملعب. قلت لك زيزو، ارجع لاي فيديو انا عملته قبل كده، زيزو لا يصلح انه يلعب في نص الملعب. زيزو لو هتلعبه تلعبه مكان محمد هاني، باك يمين جسمانيا قوي، بيجري ياما، بيضغط ياما، فبالتالي سريع، بيرفع حلو جدا، فكل مزايا الباك اليمين موجوده عند زيزو، لكن مش موجوده كنص الملعب، لانه لا بيعرف يباصي كويس، العرضيه شيء والباص والسيروهات والكلام ده شيء تاني خالص. تمام؟ فده ليه شغل وده ليه شغل، ده ليه طريقه وده ليه طريقه. امام عاشور دي بتاعته، يعدي ويضغط ويقطع الكوره ويعمل. مين اللي بصلك الباص الاول بتاع مرموش، الجون بتاع مرموش بعد ما حمدي فتحي قطع الكوره؟ امام عاشور. مين اللي عمل الباص بتاع مودريتش، الترافيلا بتاعت مودريتش بالرجل الخارجيه كده بعد باص عالمي طويل، وده اللي افتقده الاهلي بعد ما مشي رامي ربيعه، الكوره الطويله اللي بالمسطره اللي بيعملها، قام راميها لك على امام عاشور من ورا الدفاع. امام عاشور كسر الاوفسايد وبيجري بسرعه في المساحه، عامل شغل مش طبيعي، ويعمل واحده ترافيلا بوش رجله خارجي، هوبا على رجل صلاح قام حاططها. ايه ده ايه الجمال ده؟ رامي ربيعه يخش يجيب جون بدماغه شبه اللي جابه ياسر، شبيه شويه باللي جابه ياسر في ماتش بنين. ايه الجمال ده يا جدعان؟ ايه ده؟ هتيجي تقول لي فتوح جاب جون في نفسه الماتش اللي فات، وادي جاب جون في نفسه. يا عم ما تضحكش على نفسك. الكره اللي جت في رجل فتوح ودخلت دي هيعمل فيها ايه؟ الكره اتزفلطت، الولد المدافع بتاع الكوتيفوار، ما ينفعش اقول اسمه عشان اسمه عيب، نطت زحلقها على دماغه، ما فيش حد واقف في الحته دي. وعلى فكره شيل فتوح، في واحد من كوتيفوار واقف في ظهره كان هيجيبها عادي،
الكره خبطت في بطن ولا في رجل فتوح ودخلت، هيعمل فيها ايه فتوح؟ هيشيلها ازاي دي؟ دي هي نزلت اتزفلطت على رجله على طول، هيشيلها ازاي؟ وعلى فخده، يا ريتها على رجله من تحت مثلا كان شالها اتزحلق وشالها، لكن دي نازله على رجله صرف، على فخدته صرف. هو توفيق، هو يعني رزقه انها تيجي كده، فاهمني؟ فما ملهاش دعوه. لو هتعيب على حد في الجونين اللي دخلوا فيك فهي التمركز الدفاعي سيء 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 في الجونين. ان انت تسيب كميه اللعيبه دي من كوتيفوار واقفه في وش جونك، يا راجل يا راجل اقف اقفل اللي قدام الجون دي فيها خالص. والشناوي كده كده زهق منهم لما اخر الماتش انتوا هتلبسوني انا الاجوان، ويفضلوا يقول لك نزل لي شوبير وما تشيليش وما تنزليش شوبير. قام شايل الكره لو هشام الراء دخل، قام شايل حمدي فتحي بالكره، والكره الثانيه طلع لغايه قرب ال 18 شالها. زهق خلاص بقى، هو بقى خايف كل ما هتيجي عرضيه عليا هتجيب جون، هتيجي جون. والنهارده اتفرج على كوتيفوار، فين كوتيفوار؟ قاعدين بقى في الاستوديوهات التحليليه ومش عارف ايه وكوتيفوار وهنكسب، مش عارف هنعمل ايه، مش عارف هنعمل ايه، بس هنعمل ايه بس. النهارده هم اللي هيعملوا ايه؟ هي فين كوتيفوار دي؟ انت ماسكها غسيل ومكوى. في حته انا مش قادر ما اتكلمش عنها. حسام حسن لا نزل مهند لاشين، ولا نزل قلب دفاع زياده، ولا نزل محمد شحاته، ما نزلش حد خالص. راجل بيشيل نص ملعب هجومي بنص ملعب هجومي تاني، مش فارقه معاه. لا طلع مهاجم نزل مهاجم، انا ههاجم، مش جات معايا يبقى حديها. واشتغل على اهم حاجه انا قلت لكم عليها قبل كده، هتعمل ايه لما تقطع الكوره في ملعبك؟ هتطلع بيها ازاي تهاجم؟ وده للناس اللي كانت بتعلق لي وبتقول لي ده مش شغلته. شفت يا معلم النهارده بقى لما اشتغل على النقطه اللي انا كنت بتكلم عليها؟ شفت انت عملت ايه النهارده؟ انت رحت بثلاث فرص بس، انت ما عملتش حاجه تاني. انت طول الماتش 3 فرص بس، التلاته جوان، كورنر وكورتين بتاعت مرموش، غلطه من المدافع قطع ودخل وجاب جون، والكره اللي وراها بتاعت صلاح غلطه تمركز دفاعي، هوب خش هوب جون. 3 كور 3 جوان. برضو ده شغل حسام حسن. هتيجي تقول لي ده دي اللعيبه فائد، ما تضحكش على نفسك، ما تضحكش على نفسك. صلاح هو صلاح اللي ما بيضغطش، اللي ما بيرجع، اللي بيضيع كور كتير، اللي بيفقد الكره في نص الملعب ياما جدا، اللي ما بيبصيش كويس. هو صلاح بتاع من اول البطوله لاخر البطوله. بس هو نفس صلاح اللي لما جات له فرصه قدام الجون جابها. عرفت هو ليه حسام حسن مركز على صلاح بالمنظر ده رغم انه من اقل اللعيبه في الملعب؟ عشان هو عارف ان الكره بتجيله عند الجون دي جون، ما بيهرجش. كل الفرص اللي جات لصلاح ما عدا طبعا بتاعت بنين اللي ضيعها، اللي لا منه بظاها ولا منه شاطها، بس بعيدا عن ذلك كل الفرص اللي جات لصلاح قدام الجون بالجوان، بلانتي جون، اي حاجه جوان. عشان كده هو سايب صلاح. لكن النهارده هو اشتغل على نقطه مهمه جدا، وهي نقطه ان انا لو فضلت استقبل لعب من كوتيفوار هخسر. لو فضلت كل ما الكره تجيلي اشلطها، ولو عرفوا المهاجمين بتوعي يجيبوها جابوها، ما جابوهاش خدوا يقوموا كوتيفوار واخدينها وعاملين هجمات تانية، هخسر. فقرر انه يلاعب كريزة نص الملعب بعد اصابه تريزيجيه اللي هو امام عاشور. الراجل بقى بينقل الكره عامل جمدان في نص الملعب. وهنا بقى نيجي للحاجه الوحيده اللي قد كده قد كده اللي بعيب فيها على كابتن حسام حسن. ليه تريزيجيه الراجل نازل مش قادر يجري. الراجل نازل في الدقيقه 86 بقى ولا في الدقيقه 82 حاجه كده ولا 84، نازل كانه بيلعب الماتش من اوله. الموضوع صعب جدا. الواد مش قادر يجري ولا قادر يضغط، والكره بتتقطع منه على طول، فهو مش قادر يعمل حاجه. فهي الفكره كلها في كده، انت بتلعب يعني انا عارف انك بتحبه عشان كده بتنزله، بس برضو يعني كان انت لو كنت عايز اقول لك حاجه، انت لو كنت طلعت امام عاشور نزلت مهند لاشين ما كانش حد يتكلم. ما هو كده على الاقل هتامل دفاعك زياده، لكن او محمد شحاته او اي حد من الناس دي. لكن المشكله ان تريزيجيه نازل مش قادر يجري، مش قادر، مش عارف ايه، مش قادر، مش مستحمل. يا اخي كنت طلعته ونزلت محمود صابر، انا كان نفسي اشوف محمود صابر، انا بحب محمود صابر. ايوه يا جدعان محمود صابر، كنت طلعت امام عاشور نزلت محمود صابر. الواد سريع ومهاري ويلعب كرة.
يعني بلاش تريزيجيه، هو مصاب مش قادر، سيبه عندك على الدكه يا راجل، هو ايه يكلم اللعيبه ويشجعهم وبتاع، بس هو تعبان مش قادر يجري. هو اصلا تريزيجيه من اول ما جه الاهلي وهو خلاص شطب كوره، فسيبه معاك على الدكه مفيش مشكله، خده معاك في المعسكرات عادي، بس مش ما يلعبش على ناس احسن منه بكتير، وتلعب احسن منه بكتير، وتأدي احسن منه بكتير. الماتش الوحيد اللي انت نزلت فيه امام عاشور اساسي ادى اضعاف اللي تريزيجيه عمله من اول البطوله. فخلاص بقى كفايه. خلاص انا اتمنى من كابتن حسام حسن التشكيله دي تتثبت بقيه البطوله. انت قدامك ماتشين على البطوله، ماتش السنغال كده السنغال خلاص، وغالبا المغرب هي اللي هتكسب نيجيريا وهيتأهلوا للنهائي، فانت تكسب وتروح تقابل المغرب اللي فيه بقى شويه كلام كده. انسى بقى ماتش مصر وكوتيفوار، لان مصر اكتسحت كوتيفوار ما شاطتش عليك شوطه واحده، ما عملتش عليك هجمه واحده. فشكرا للرجاله دي، وشكرا لكابتن حسام حسن، انت راجل محترم وانا بحبك ومش عايزه يمشي. انا انتقد زي ما انتقد، انا حر انتقد براحتي، لكن يمشي لا. شفت انت ابوك انت لما تتضايق منه فتقعد كده ايه مع اخواتك مثلا في البيت، هو بص ابويا ضايقني ومش عارف ايه، هل انت عايز تبدله؟ هل انت مش عايز ابوك؟ اهو ده احسن حسن بالنسبه لي. شوف بقى لدرجه ايه ده احسن حسن بالنسبه لي. انتقد زي ما انا عايز، ما هو بني ادم عادي بيغلط زينا، بس ما يمشيش لان نظره العياط اللي في عينه، نظره الشفقه على لعيبته لما يبقى في لعيب مصاب ولا لعيب تعبان، نظره الحب للمنتخب بالمنظر ده، كلامه اللي كله حب وخوفه على المنتخب، عمرك ما هتلاقيها مع مدرب اجنبي. عمرك ما هتلاقي روح ماشي شبه كيروش والكلام ده، بس عمرك ما هتلاقي خوف بالمنظر ده على المنتخب وعلى الناس اللي في بيوتها زي كابتن حسام حسن. فبعتذر لاي حد فهم من فكره ان انا لما منتقد قصدي ان هو يمشي خالص. انا عايزه يقعد ويكمل، انا نفسي يقعد ويكمل، بس الغلطات الشويه البسيطه اللي هي بتاعت ايه، انا في لعيب ما بحبوش ما برتاحلوش فانا مش عارف، لا، اي لعيب انت بترتاحلوش حاول يا كابتن حسام تقرب له، وهو هيبقى عايز يلعب مع المنتخب ويقدم حاجه. مفيش لعيب مش عايز يقدم حاجه مع منتخب بلده. اتكلم مع اللعيبه اللي مش عاجباك، اتكلم مع اللعيبه اللي مضايقاك، فاهم؟ ولما تحس ان هم بيعملوا جو مشحون ومش عاجبك في المنتخب، ابقى ما تستدعوش، يبقى انت كده عملت اللي عليك، لكن مش ترمي كده وخلاص. فدول الكلمتين اللي على المنتخب. نخش بقى على اهم بقى، يعني انا بالنسبه لي اللي هقولهم دلوقتي اهم بكتير جدا من الكلام على ماتش مصر وكوتيفوار. النهارده في المدرجات جماهير مغربيه، وهتقول لي بقى لا ومش لا، بص عشان نبقى على بياض، مغاربه لابسين تيشيرت المغرب وماسكين اعلام كوتيفوار. انت متخيل الفجر بيهم وصل لفين؟ طب يا اخي الداري، يا اخي البس تيشيرت كوتيفوار وهنقول كوتيفوار وبيض عادي، اي حاجه، الداري يا جدع، مش بالفجر بتاعك لابس تيشيرت مغرب واقف تشجع كوتيفوار. يا اخي احنا عملنا لك ايه ده كله؟ ايه يالا النتانه والحقد والقرف اللي جواكوا ده يالا؟ ايه يالا القرف والسواد والغل اللي انتوا فيه ده؟ وطبعا مع احترامي لبقيه المغاربه، انا بتكلم على اللي بيعمل كده. ايه القرف ده؟ اكيد فيهم الكويس وفيهم الوحش، اكيد زينا بالظبط، عندنا الكويس وعندنا الوحش، بس انا بتكلم على القرف اللي كان موجود النهارده في المدرجات. ايه يالا ده؟ انت اسود ليه يالا كده؟ كسبان، يالا كسبان تنزانيا بالظلم، يالا كسبهم بالظلم، كان ليهم بلانتي وما اتحسبش يالا. حلو كده، اتبسطت. في عصر الفار يالا وعليكم بلانتي ما اتحسبش. لو دي حرقاك قوي هعيدها لك تاني. التحكيم معاكوا عشان يوصلكوا للنهائي وتكسبوا البطوله، عشان فوزي رجع موجود في الاتحاد الافريقي وموجود معاهم في الفيفا.
اتبسطت وانت عارف انك هتكسب بالظلم، وانت عارف انك ما كنتش هتكسب الاردن في نهائي كاس العرب الا بالظلم، وان الحكم متحامل على الاردن ومعاكوا عشان تكسبوا. ما تفكك من اللي انت فيه ده. هي ماشيه كده عشان ما ينفعش المغرب باللي هي بتعمله ده كله ما تاخدش بطوله زي افريقيا. فلما توصل لدرجه ان الكاميرا تجيب صور عليك وانتوا واقفين تعملوا كده، ما استحي على دمك، استحي على دمك. عمرنا ما نعملها. ليه؟ عشان احنا رجاله، ستاتنا قبل رجالتنا، عشان احنا ما نشجعش دوله على دوله عربيه ايا كانت الدوله دي مين. ما نعملش كده. نتكلم في ظلم تحكيمي، نتكلم في حاجه كان المفروض تتعمل، لكن ما نطلعش نشجع منتخب ضدكوا. يلا كان بيننا وبين الجزائر مصانع الحداد من 2010 ايام اللي حصل في السودان. فاكر لما منعونا نتأهل بكاس العالم بالضرب وبقله الادب، مع ان احنا كنا ممكن نزعلهم بس ما عملناش زيهم عشان احنا نضاف. جم ارضنا وكسبوا افريقيا في ارضنا وبنشجعهم من اول البطوله لاخر البطوله. الا الانسان النتن اللي اسمه جمال بالماضي اللي كان مدرب بتاعهم اللي طلع قال لك هم مين دول اللي بيشجعونا؟ احنا ولا شفنا اي تدعيم من اي دعم من مصر ولا مش عارف. انتوا على طول كده، يلا على طول كده. فلما يبقى ده منظركم في المدرجات بتشجعوا كوت ديفوار، اهي خسرت وكسبناهم وبامر الله هنلعبكم في النهائي وهنكسبكم 5 ولا 6 باذن الله. ان شاء الله هيحصل كده. ودي مش اول مره. الوداد عملتوا معانا ايه؟ قعدتوا تتكلموا على بتوع الجيش الملكي. طب ما انتوا كالوداد عملتوا معانا ايه ساعه الاهلي؟ وانت في بيتك كمغربي دلوقتي عارف انت كسبتها من الاهلي ازاي، صح ولا مش صح؟ بتاعت زهير المترجي عملتوا ايه في الخطيب وعملتوا ايه في المشجعين اللي جايين يشجعوا؟ شكلك ايه؟ انت شكلك ايه وانت نازل في الشارع وانت بتقابل اي حد مصري، ولا انت هنا في مصر بتزورنا ولا اي حاجه من دي؟ شوف يا جدع، رغم كل اللي انت بتعمله ده الا لك لو جيت لنا هنا في بلدنا هنعاملك احسن معامله، هتاكل عندنا احسن اكل، هتشرب عندنا احسن شرب، هتاكل حاجات لو واحد مصري ذات نفسه لو اخر جنيه في جيبه هيديها لك عشان كرم الضيافه، بس عشان احنا ناس نظيفه. لا عمرنا هنمد ايدينا عليكم. شوف بتوع الجيش الملكي عملوا معانا ايه هناك، وهم مغاربه برضه. بتوع الوداد ما بنحبهمش والترجي ما بيحبهمش، بتوع الوداد ولا ايه والرجاء ما بيحبهمش ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب ما الوداد هم عملوا فينا ايه قبلهم؟ وادي الجيش الملكي بيعمل فينا ايه بعدهم؟ شوف رغم قله الادب وبترمونا بسكاكين معجون يا علم يا، الا ان انتوا هتيجوا هنا هتستقبلوا احسن استقبال وهنعاملكوا احسن معامله، ولا حد هيشتمكوا ولا حد هيجيب سيره اهاليكوا، بس لعيبتنا هي اللي هترد في الملعب عشان احنا نضاف وسالكين وكويسين وعارفين ان الدنيا زايله ما بتدومش، واللي انت بتعمله النهارده هيترد فيك بكره. اهو الوداد من بعدها ربنا ما كرمهوش واتبهدل، خسر النهائي في نفس ملعبه واتذل السنه اللي وراها على طول من الاهلي، ومن بعدها ما عملتلوش قومه. والجيش الملكي باذن الله ان شاء الله الدور عليه، وانتوا كمنتخب المغرب باذن الله هيبقى الدور عليكم برضو، عشان اللي انتوا بتعملوه ده. ليه تعملوا كده؟ انا مش فاهم. المنظر قهرني وانا بتفرج. ليه من تشجيع في الاول للمنظر ده كل ده عشان قلنا ان تنزانيا كان لها بلانتي؟ ايه المشكله؟ ما تخلي روحك حلوه، خلي روحك حلوه وقول ماشي لا يعني الصراحه كان عنده حق فعلا، كان ليهم بلانتي. وخليك نضيف كده وابيض من جواك، يا عم احنا كسبنا بالتحكيم، يا عم احنا حرين يا عم، وخلاص. وخليك لسه نضيف من جوه، نضيف.
سيبك يا عم من حسام حسن بعد ماتش بنين طلع قاعد اعمل لك كده، مع انك انت اللي بادئ وبرضه كنت بتشجع مصر بنين وعمال تشتم فينا طول الماتش. بس يا عم سيبك من دي، سيبك من دي، سيبك من دي. تمام؟ يعني حتى شوف الراجل اللي هو جوه الماتش يوم ما رد عليكم في الماتش بعد الماتش عمل لكم قال لك انتوا هنا لا، انتوا هنا تخيل ده اقصى قله ادب ممكن نعملها. تخيل النرفزه اللي انا فيها دي اقصى قله ادب انا ممكن اعملها. تخيل انا بتفرج عليكم النهارده وما شتمتكم شتيمه واحده عشان انا نضيف واهلي ربوني ومحترم. واقصى شتيمه ممكن اشتمها الشتيمتين العبط اللي انا قلتهم دلوقتي في الفيديو، اللي هو نتن باين وجاحد ومعفن والحاجات العبيطه دي. لكن عمري ما اقدر اشتم اكتر من كده حتى وانا قاعد مع نفسي، عشان اتربيت، عشان انسان محترم. وكل اهل مصر كده ناس متربيه وناس محترمه، من رئيس جمهوريتها لاقل عامل فيها. كلنا محترمين ومتربيين وولاد ناس وكويسين، وعمرنا ما يطلع مننا غلط ولا العيبه، واهل كرم وضيافه، ولو مش هناكل احنا بس ناكل الضيف. لكن انتوا مش كده. شوف انا ماسك نفسي ان انا اعيط بالعافيه. عمرنا ما اذينا اي دوله عربيه ولا حتى دوله اجنبيه عشان نتعامل بالطريقه دي جوه بلدكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، مش هقول اكتر من كده. السلام عليكم.